حقك علي. اسمع يا هيثم، انا ما كنتش عايز ورث، بس انت لما طردت اختك قعدت 5 ايام هي وتبكي وما معهاش حد غير نحني بعد ربني. فيا هيثم ادي كل الموضوع، ويا ريت كل واحد لو اخته ملهاش ورث يروح لها برضه ويطبطب عليه، مش عيب. عادي يا اخويا ولا يهمك، والحمد لله ان انت رجعت لعقلك، وزي ما انت قلت الدنيا فانية وانا ماليش غيركم انت واخويا. بس انا ما كنتش عايزة ورث ولا اي حاجة، بس انا صعبت عليا نفسي لما انت طردتني انا وبنتي من عندك، عشان كده طلبت ورث. لكن انا عندي وجودكم معايا بالدنيا يا اخواتي. عارف والله يا اختي، يا ريت تكونيش زعلانه مني، والحمد لله انها جت لحد كده وحصل خير. وبعدين يعني اعطاء الحق فريضه من الله سبحانه وتعالى، وواجب على اي واحد يدي ورث اخته وورث اخوه، عشان خاطر الدنيا دي متفاتي. وما تزعليش مني. وبعدين يعني برضك احنا كنا مقصرين معاكي في الموسم بتاعك، اللي هو كل عيد المفروض يجي لك الموسم، واحنا قصرنا منك كتير وحقك علينا. وانا ان كنت مثلا طردتك من بيتي فما تزعليش مني، والله العظيم كنت متخانق انا ومرتي في البيت وما كنتش طايق نفسي. وبعدين زي ما انت قلت يا اخوي، ما حدش يقبلها على عياله. اكيد طبعا يا ولد ابوي. وبعدين يعني صلة الرحم نحافظوا عليها وما نقطعوهاش، والاخ يستحمل اخته ويشوف ايه اللي ناقصها ويعمله لها ويجيبه لي. اكيد طبعا يا ولد ابوي، والحق حق، والاخوات عمر ما تفرقهم اي حاجه، ولا فلوس ولا ورث ولا كنوز الدنيا. السلام عليكم. مرضيه كده يا اختي؟ مرضية يا اخويا، ربنا يخليك ليا. امين يا رب. كل حاجه تحت رجلك، وها اخوك ما فرطش فيكي برضه. الحمد لله والله. احسن كده. احسن طبعا اللي انت اديت اختك حقها. ايوه يا راجل. وبعدين يعني اعطاء الحق فريضه من الله، وواجب على اي واحد يدي ورث اخته. ده الحق، ما حدش ياكل ورث اخته ابدا، عشان خاطر مع احترامي ليك النهارده دني بكره اخري. صح ولا؟ ملكوش الا بعض. وصلة الرحم ما ينفعش نقطعوها. الاخوات مهما حصل بينهم بردك اخوات، وقت الجد ما حدش هيتفرط فيه.